وها هي كيف طلبتوها ساهلة ماهلة بدون شوكولاتة وكتجي معلكة لذيذة بزاف ما تشبعوش منها. اللي داقها عندكم غير يسولكم عليها. فواحد البول غادي نحتاجو كاس ونص سكر سنيدة، من الافضل يكونوا الحبيبات ديالها رقاق، كاس ونص زيت. الكاس اللي عبرنا به هو اللي غنعبرو به جميع المكونات. كاس ونص حليب، كيس سكر فانيليا، وكاس من الكاكاو الخام. ضروري تاخدوا الكاكاو للنوعيه ديالو جيده باش يعطيكم النتيجه جيده. نخلط كلشي مزيان هكذا، وغادي ناخد هكا الطراب الكهربائي، ممكن ديروا مباشره في الطحان ديال العصير، وغادي نخلط. بالنسبه للناس اللي مبغينش الصوص تكون عاقده ما تعقدوهاش، يعني غير تخلطوها، حيدوا منها واحد الكاس. عاد كتجي لذيذه بزاف. هاد الصوص راني فايتلي وحضرتها معكم وشاركتها معكم. ممكن تزينوا بها الكيكات ديالكم، الطورطات ديالكم، اللي حبيتوا تزينوا بها تزينوا بها. صافي غادي نحيدوا من الخليط واحد الكاس، وغادي نضيف على داكشي اللي بقى عندنا في البول، غنضيف عليه 3 البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. البيضه الاولى، الثانيه، الثالثه. وغادي نخلط كلشي مزيان حتى يندمج هذاك البيض مع الخليط. غندير رشه ملح لتصحيح الذوق، ضروري كنضيفوه في الكيك والحلويات ديالنا. وغادي نضيف دابا النواشف، ضروري الدقيق نغربلوه. انا ضفت الكاس الاول، في المجموع ضفت 2 الكؤوس ونصف، يعني كأسين ونصف. وغادي نخلط. بالنسبه للدقيق حاولوا تضيفوه تدريجيا. وغادي نضيف كيس من خميره الحلويات من فئه 10 غرام. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم كيس الخميره الحلويات اللي فيه 7 غرام ولا 8 غرام غديروا هذاك وشويه من واحد اخر. هنا كنحاول نوريكم شحال بقى ليا، يعني 2 الكيسان ونص خميره الحلويات. نخلط كلشي مزيان، وغادي نضيف ملعقه كبيره من الخل. ضروري كنضيفها في الكيك اللي كندير دائما وابدا. الناس اللي متبعيني عارفوني هذه هي الطريقه ديالي في الكيك. صافي هذا هو الخليط. غتكتبوا بها كرقم 8. غيبقى شويه عادي يختفي، ما يختفيش في نفس اللحظه. الخليط ديالنا راه ناجح. صافي غادي نفرغوه في مول اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالكاكاو، ممكن ترشوه بالدقيق الابيض. وندخلوا الفرن مسخن على درجه حراره 180 درجه حتى يطيب لنا الكيك. راه دغيا كيطيب، ردوا معاه البال حيتاش ديال الشوكولاته ما كيبانش فيه واش تحمر ولا لا. غندير هكا ثقوب. انا دائما بحال هاد الكيكات اللي غنسقيهم ضروري كنقطعهم ملي كنخرجهم من الفرن مباشره. هنا درت فيها هكا واحد شويه ديال الثقوب وسقيتها بشويه ديال الحليب مع الشوكولاته الحلوه، داك البودره. هذاك خلطتهم وسقيتهم بهم. ممكن تسقيو بالحليب وممكن ما تسقيوهاش. صافي خليتها حتى بردت تماما، وغادي نضيف ليها هذاك الصوص اللي عزلناه في الاول، هذاك الكاس اللي خليناه. صافي غادي نطليها هكا مزيان، نغطي لها الوجه ديالها مزيان، وغادي نعاود ندير فيها هكا شويه ديال الثقوب باش ديك الصوص تدخل ليا لداخل. التزيين كيبقى اختياري. هنا كانت عندي شوكولاته بالحليب، حاولت نجرها بهاد الموس هذا. صافي ونخليوها حتى تشرب مزيان ونقدموها بالصحه والراحه. هاد الكيكه او الكيكات المسقيه شحال ما بقات شحال ما كتجي لذيذه كتر وكتر. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش ترسلوا لي التطبيقات ديالكم عبر صفحتي عبر الفيسبوك وتبين النتيجه ديالها النهائيه. شكرا لحسن التتبع ديالكم، شكرا للثقه ديالكم، شكرا للناس اللي كتقول بحقي كلام زوين لهلا خدتكم عليا. والله يكبر بكم. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش ليا لايك وما تنساوش بارطاج مع احبابكم وصحابكم. تهلاو في راسكم. بسلام عليكم.